هل سبق لك أن شعرت أن مشاعرك تتحكم بك بدلا من أن تتحكم أنت بها؟ هل وجدت نفسك تغضب بسرعة، تشعر بالإحباط بسهولة، أو تتأثر كثيرا بكلام الآخرين؟ تخيل لو كان بإمكانك تهدئة عقلك والسيطرة على عواطفك حتى في أصعب اللحظات، كيف ستتغير حياتك؟ الحقيقة أن عدم القدرة على إدارة العواطف يمكن أن يؤثر سلبا على حياتنا، سواء في العمل، في العلاقات، أو حتى في القرارات التي نتخذها يوميا. الانفعال الزائد قد يجعلك تتخذ قرارات متهورة، أو يسبب لك التوتر والقلق، مما يؤثر على سعادتك وجودة حياتك. لكن ماذا لو أخبرتك أن هناك طريقة أثبتت فعاليتها عبر الزمن لمساعدتك على التحكم في مشاعرك؟ الفلاسفة الرواقيون مثل ماركوس أوريليوس وسينيكا طوروا تقنيات قوية للحفاظ على الهدوء والاتزان العاطفي في جميع الظروف. في هذا الفيديو سأشارك معكم عن 10 استراتيجيات فعالة مستوحاة من الفلسفة الرواقية، والتي ستساعدكم على تطوير ذكائكم العاطفي والتحكم في مشاعركم بطريقة إيجابية. ابقوا معي، فهذه الاستراتيجيات قد تغير حياتكم للأفضل. ما هو الذكاء العاطفي وفلسفة الرواقية؟ 1. ما هو الذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي هو القدرة على فهم مشاعرك والتحكم فيها، وكذلك إدراك مشاعر الآخرين والتفاعل معهم بفعالية، وهو مهارة أساسية تؤثر على جميع جوانب حياتك، من قراراتك اليومية إلى جودة علاقاتك الشخصية والمهنية. الأشخاص الذين يتمتعون بذكاء عاطفي عال قادرون على التعرف على مشاعرهم بدقة، التحكم في ردود أفعالهم خاصة في المواقف الصعبة، فهم مشاعر الآخرين والتعاطف معهم، اتخاذ قرارات متزنة مبنية على العقل وليس الانفعال العاطفي. ببساطة، الذكاء العاطفي هو المفتاح للنجاح الشخصي والمهني، وهو ما يساعدك على بناء علاقات قوية وتجنب القرارات المتهورة التي قد تندم عليها لاحقا. ثانيا، ما هي الفلسفة الرواقية؟ الرواقية هي فلسفة قديمة نشأت في اليونان وازدهرت في روما، وكان من أبرز روادها الفيلسوف ماركوس أوريليوس وسينيكا وإبكتيتوس. هذه الفلسفة تعلمنا كيف نعيش حياة متزنة من خلال التحكم في مشاعرنا وردود أفعالنا، خاصة عند مواجهة التحديات والضغوط. أهم مبادئ الرواقية: التركيز على ما يمكنك التحكم فيه بدلا من الانشغال بالأمور الخارجة عن سيطرتك، وجه طاقتك نحو أفعالك وأفكارك. التحكم في ردود الفعل العاطفية، لا تدع العواطف السلبية مثل الغضب أو القلق تسيطر عليك، بل تعلم كيفية التعامل معها بحكمة. رؤية الحياة بواقعية، لا تتوقع أن تكون الحياة سهلة أو مثالية، بل كن مستعدا لمواجهة التحديات بهدوء واتزان. الرواقية تمنحك الأدوات التي تحتاجها للعيش بسلام داخلي، بغض النظر عن الظروف المحيطة بك، مما يجعلها طريقة فعالة لتعزيز ذكائك العاطفي والتحكم في حياتك بشكل أفضل. 10 استراتيجيات رواقية لتعزيز ذكائك العاطفي. الذكاء العاطفي ليس مجرد مهارة، بل هو طريقة حياة تساعدك على التحكم في مشاعرك والتفاعل مع المواقف بوعي وحكمة. باستخدام الفلسفة الرواقية يمكنك تطوير هذه المهارة والتعامل مع التحديات اليومية بسلام داخلي. إليك 10 استراتيجيات فعالة لتعزيز ذكائك العاطفي. أولا، تقبل ما لا يمكنك التحكم به. بدلا من الشعور بالغضب أو الإحباط بسبب أمر خارج عن إرادتك، ركز على كيفية التعامل معه بهدوء وحكمة. مثال: إذا تأخرت بسبب ازدحام المرور، هل ستغضب طوال الطريق أم ستستغل الوقت للاستماع لشيء مفيد؟ واثنان، اعرف قيمتك الذاتية. الرواقية تعلمنا أن قيمتنا لا تعتمد على آراء الآخرين، بل على أفعالنا وأخلاقنا. لا تدع النقد السلبي يؤثر على ثقتك بنفسك. كيف تطبقها؟ ركز على تطوير نفسك بدلا من السعي للحصول على القبول من الآخرين. ثالثا، راقب أفكارك باستمرار. العواطف تبدأ من الأفكار، لذا درب عقلك على التفكير بعقلانية بدلا من الانفعال العاطفي. نصيحة: استخدم كتابة اليوميات لتحليل مشاعرك وأفكارك اليومية، مما يساعدك على الوعي الذاتي وتحسين طريقة تفكيرك. رابعا، مارس الامتنان يوميا. عندما تركز على ما لديك بدلا من ما تفتقده، ستشعر بالمزيد من الرضا والسلام الداخلي. تمرين بسيط: كل يوم اكتب 3 أشياء أنت ممتن لها، حتى لو كانت بسيطة. الخامس، استخدم تقنية التأمل الرواقية. خصص وقتا يوميا لمراجعة يومك والتفكير في كيفية تحسين ردود أفعالك. اسأل نفسك: هل تصرفت بحكمة اليوم؟ كيف يمكنني تحسين سلوكي في المستقبل؟ 6.
تخلص من توقعاتك الزائدة. التوقعات العالية غالبا ما تؤدي إلى الإحباط، لأن الأمور نادرا ما تسير كما نريد. بدلا من التركيز على النتيجة، ركز على الجهد الذي تبذله. 7. تعلم أن تقول لا. التحكم في عواطفك لا يعني فقط السيطرة على الغضب، بل يشمل أيضا وضع حدود واضحة مع الآخرين. نصيحتي: لا تشعر بالذنب عند رفض ما لا يناسبك، فقول لا أحيانا يحمي طاقتك وسلامك الداخلي. 8. لا تدع العاطفة تقود قراراتك. اتخاذ القرارات بناء على المشاعر اللحظية قد يؤدي إلى الندم لاحقا. استخدم طريقة التفكير المنطقي قبل اتخاذ أي قرار مهم. كيف تفعل ذلك؟ خذ نفسا عميقا واسأل نفسك: هل سأندم على هذا القرار بعد يوم أو أسبوع؟ 9. تحكم بموقفك تحت الضغط. اللحظات العصيبة هي الاختبار الحقيقي لذكائك العاطفي. عندما تواجه موقفا صعبا، لا تتسرع في الرد. تمرين عملي: تدرب على التنفس العميق أو العد حتى 10 قبل الرد في أي موقف ضاغط. 10. تذكر أن كل شيء مؤقت، سواء كنت تشعر بالسعادة أو الحزن. تذكر أن هذه المشاعر لن تستمر للأبد. لا تتعلق كثيرا باللحظات الجيدة، ولا تيأس من اللحظات الصعبة. مبدأ رواقي: هذا أيضا سيمر. استخدمه لتذكير نفسك بأن كل شيء زائل، مما يساعدك على البقاء متزنا. في هذا الفيديو استعرضنا مع 10 استراتيجيات رواقية لتعزيز ذكائك العاطفي، منها تتقبل ما لا يمكنك التحكم به، إلى كن التفكير المنطقي قبل اتخاذ القرارات. هذه المبادئ ليست مجرد نظريات، بل أدوات عملية يمكنك تطبيقها يوميا لتصبح أكثر هدوءا وتحكما في مشاعرك. الآن جاء دوركم. ما هي الاستراتيجية التي أثارت اهتمامكم أكثر؟ هل ستبدأون بممارسة الامتنان، أم ستجربون تقنية التأمل الرواقية؟ شاركوا أفكاركم وتجاربكم في التعليقات. إذا وجدتم الفيديو مفيدا، لا تنسوا تيم الإعجاب به ومشاركته مع أصدقائكم ليستفيد الجميع. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم المزيد من المحتوى المفيد حول تطوير الذات والتحكم في العواطف. نراكم في الفيديو القادم.